السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اهلا وسهلا بكم بوصفه جديده. حبايبي اليوم راح نسوي السمك ويا التمن، نطبق سمك. اول شيء اني جايبه سمكه ومنظفتها ومقطعتها بهالطريقه، قطع حسب القطع اللي تريدوها انتم، وملحتها وخلت لها كركم زين عينه، وتخلوها تقريبا نص ساعه بالملح والكركم. وهسه راح نقوم نقلي السمك. حبايبي هسه نقلي السمك. طبعا اول شيء انا هاي جدريه يعني خلتها للسمك، وانا طالعه من المطبخ على مود الريحه. فهسه راح ابدي. نصيحه بنات، لا تقلون السمك من هاي الجهه، يعني من هذا دائما قلوه منه على لا تنتفخ السمكه. هذه شكلها حلو. حبايبي هسه قلينا السمك كليته، وهسه نركب التمن. الزيت اللي خليته بالجدر عادي، حتى لو ما تقلاه السمك خلوه، طعمه ما يبين ونكهات السمك تبين بالتمن، ما بي اي زفره، كلش طيب يصير. فهسه خلينا الدهن يحمى. كثروا بهاي الاكله، كثروا البصل. حبايبي هاي الاكله اني دا اطبخها بطريقتي، يعني مو هي الطبخه بنفس تفاصيلها. اني حبيت اسوي الشيء اللي يريحني بهاي الطبخه، ابسطها. يعني هي الطبخه الاساسيه، حط الحشو وحد وطبق التمه، لا انا سويتها شغله مستعجله وعجبتني، واريد يعني اكمل الاكله يعني على السريع باقل مثل ما يقول لك الوقت، يعني اقلل الوقت. فهسه اول ما ابدي ينخمس البصل. مثل ما قلت تحب يعني كميه وفيره من البصل. خلصنا البصل. طبعا ضروري جدا الثوم، خلون الثوم. تقدرون ان عم تطلع ريحته الثوم. البهارات، البهارات لازم يعني اللي اقولها بالطبخه كلها تخلوها، ما تستغنون عن اي سمك. اذا ما موجود سمك ما راح تطلع بالطعم اللي احنا نحبه ومتعودين، يعني يبين نكهات المطبق بالتمن والسمك. تعتمد على البهارات. بعدين نضيف انه البصره. البهارات شنو عندنا حبايبي؟ الكركم، عندنا الدارسين، الكزبره، عندنا الزنجبيل، الفلفل الاسود والكاري. هاي يعني البهارات ضروري تنخلى فوق البصل وتنحبس. هسه نخلي السمن
نص التمن هاي الحشوة كلها. بقى حبايبي التمن لازم ينحمس وينحشو على ما تطلع الوجبة، يتغلف بالبهارات والدهن. نخلي الكمية الكافية للماء. وما ننسى الملح. وهسه نقبض الجدر الى ان يتهدر ونرجع لكم. حبايبي وهسه هذا شكل التمن بعد ما طبخناه، راح نصبه نشوفكم الشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يفيدكم بالعزايم، يعني جمعة العائلة. طبخته بطريقتي، مطبق سمك لكن بطريقتي، سهلت الموضوع. أنا صبيته بطبق يعني كبير، انتو بكيفكم توزعوا بماعين براحتكم. وهسه نوزع السمك اللي قطيناه. الإضافة الكشمش واللوز براحتكم، كشمش ولوز أو فستق. حبايبي هذا طبقنا النهائي، أتمنى يعجبكم.